احنا ما عندنا حاجة نقدمها له غير الدعاء، يعني انه ربنا سبحانه وتعالى يتولاه برحمته. وفقدي بالنسبة لنا ما فقدي لحي العرب، فقدي بالنسبة للناصر، فقدي للرابطة، فقدي للقوس، فقدي للجريف، فقدي للتحرير، فقدي للصبابي، فقد كل أندية بحري صراحة، لأنه كان متواجد بين الناس يعني. وهذا ديدن الدنيا يعني دائما بتاخذ الطيبين يعني. فالواحد ما بيقدر يتكلم ولا يقدر يعبر، لكن يعني ان شاء الله بالنسبه لنا نحن بنعتبره من شهداء الكرامه، يعني شهداء الكرامه الذين ضحوا بنفسهم وهو تواجد وانه قاعد في درمان. فان شاء الله زي ما قال اخوتنا، نحن قاعدين نتناقش مع المجلس بتاع الاتحاد انه السنه الجاي دوره الكرامه بتضم كل الوان الرياضيين الذين فقدناهم. فقدنا فقد عظيم يعني في الحرب دي. فقدنا اخونا ياسر الحاج، فقدنا الروس، فقدنا ناس كتار لا يتعدى ولا يحصى. فهذا هي حال الدنيا يعني. فانا دائما قاعد اقول وقاعد اقول عليه، وكنت بناقشه كثير. بقول له يا اخي الناس دي بتيجي تقول لك نحن اولاد ام درمان واولاد ده، فيقول لي الشاذ يا اخي انسان خليه ام درمان. فجات الحقيقه يعني ربنا شوف اخذ منه. تاني انا زي ما قاعد اقول لك، انا ما بزعل يقول لي انا ولد ام درمان وانا ولد خرطوم ولا انا ولد بحري، لانه الناس دي كلهم جزول من سايق له حمار من اقصى غرب السودان، طردهم كلهم خلاهم قاعدين هنا، ما في زول قاعد في ام درمان. فانا بعتبر انه من اولاد ام درمان اللي هم ضحوا وقعدوا من اولاد ام درمان يعني فقدوا. وده الوحيد انا بقول انه من اولاد ام درمان، ربنا يرحمه ويتولاه برحمته. فنتمنى انه الحرب ده بقت فينا غانمين، الناس ما تخاف. انا لاحظت الناس كثيره قاعد تحب تفتي. الحرب دي ما علمتنا، يعني المفروض تعلمنا انه احنا نلقى رجال ما بيناتنا تاني، ما في تفرقه عنصريه ده لا في قبيلته كده ولا كده. نحن سودانيين للسودانيين، عرفنا الحاجه دي بعد مرقنا برا. السودان ده واحد يعني. هسه الناس يقول لك يا اخي القوات المشتركه دي قاعدين يعملوا ويسووا واللي يعملوا، الناس بتتكلم يعني، الناس ما عارفه الكلام في الميديا ده. السبب كله في بلاوينا ده الميديا يا جماعه. انا والله انا الشاذل عبد المجيد ده، انا في الحرب ده، انا من اولاد عمام من اسرتي فقدت اكثر من 103 شخص. والله من 103 عمامي اخوان ابوي 4 لواءات قاعدين في المشتركه ديل فقدتهم. ويومي بفقد، لكن بالنسبه لي انه من اجل السودان ده والله ما غالي، لانه السودان ده بالنسبه لنا غالي، غالي شديد جدا. فالناس نتصافى ونتعاون ما بيننا، لانه الدنيا دي ما دام فيها موت والله ما فيها خير. نتعاون مع بعض، نقوم مع بعض، ماشيين مع بعض، نحب بعض، نكرم بعض، نقوم مع بعض. والله العظيم سوداننا ده اجمل منه. صح. وانا والله سعيد جدا بالتواجد الناس، ودي ان دل على شيء انما يدل على محبه هذا الشخص الذي ربنا اخذه. فهمت ان الرجل ده شوف محبه الناس، يعني محبه الناس الليله دعوه المسلم لاخوه المسلم في ظهر الغيب مستجابه، يعني انه الناس. وسعيد جدا بانه الناس دعت لي والنادي الوحيد انا قاعد في ام درمان متواجد، النادي الوحيد المترابط ودائما الناس مترابطين، نادي حي العرب. والله ده الناس متعاونين مع بعض وقريبين لبعض، يعني قريبين لغم انه بتاع مشاكل. انا في اتحاد الخرطوم ده كنت الرئيس، لكن برضه شنو في حاجات انت بتخليك تتنازل من مبادئ. ليه؟ لانه الترابط. لان نحن لو كنا بنحاسب عمر بلد ونحاسب فلان وفلان، بنكون شنو فقدنا الرياضه وفقدنا معانيه، فقدنا الترابط، فبنقوم بنراعي الحاجات دي. فهو قبل كده جابوه في اللجنه الاداريه، الجماعه جانا قال لي يا اخي الرز ده عمل كده والناس جايين بدفاتيرهم. قلت مشكله عمر بلد احنا عارف مشكله المره. فقمت قلت لهم يا جماعه كده الموضوع ده ناجله شويه. دائما الشيء في السودان احنا كل ما تاجله بيبرد، يعني ما بتكون هنا. ليه؟ لان انا ما كنت بنظر نفقد الترابط الاجتماعي اللي هو بالنسبه لي. ما قلت ما في زول عشان اقول عليه بيشجع حي العرب كذب وبيجوا بيصفقوا وكله كذب، انا بعرف الحته دي. ف دي زي ما قلت يا عمر، انا ملزم بها من الالف للياء. يا سلام عليك. انت كلامي ما اي شيء فلان في التليفون انا كلمتكم بديته، انا ملزم بها من الالف للياء. يعني ده حاجه بسيطه. جزاك الله خير. وانا مني الشاذل عبد المجيد، ما من اتحاد زمان ولا كده. الاتحاد ده فيه هسه ناس جداد. انا بالنسبه لي مني كولرين بتاعت مويه في نادي حي العرب وفي دار الرياضه ام درمان للمرحوم ان شاء الله. المويه دي طبعا اجر عظيم جدا. انا ما بحب اطيب لانه ما بعرف بتكلم، يعني صراحه كده ما بعرف اتكلم وكده، لكن بتمنى انه الناس يكون الوضع افضل وجعنا يكون في قلوبنا يا جماعه. كل ما الزول يتذكروا انه يدعي له وربنا سبحانه وتعالى
يدخلوا الجنة، وإن شاء الله يوم يفر المرء من أخيه كلنا نتلاقى هناك بإذن الله، حتى إنه كلنا نكون في جنة أرضها السماوات والأرض. أنا شاكر لكم وكتر خيركم، والسلام عليكم. المرحوم يا المرحوم. شكرا للاستاذ الشاذلي عبد المجيد رئيس اتحاد الخرطوم السابق على هذه المساهمات الفرة وعلى هذه المكالمات، على هذه المساهمات الفرة والاسهامات الكبيرة. رجل البر والاحسان ووراء تكايف الخرطوم وبور سودان ونادي الهلال ونادي المريخ، وايضا اعاله عدد كبير جدا من الاسر والمحتاجين ومعظم الاسر في بور سودان. وصراحه الرجل عطاؤه كبير وعطاء فر. وعمال الدكتور اتحاد الخرطوم تصرف كل شيء على فكره. نقول الصباح خليه شيء الصباح الليله قبل ترجع انظر لي دلاله وبكره بحر يبقى استمرنا في المده. صورنا تليفونك. الأستاذ عيسى السراج علم من أعلام بلادي، له الرحمة والبركة والتقدير لكابتن نزار أبو زيد. لكم كل التحايا إخواننا، لحظات ونمتلك المباراة.